حارس ميسي الشخصي انشهر فجأة بسبب تصرفاته المجنونة، وانا رح اقدم لك 3 حراس شخصيين راح يصدموك انت شخصيا. وخلينا نبدأ بحارس كيم كارداشيان، اسمه باسكال دوفيه وهو ألماني الجنسية من مواليد سنة 1973. اللي بيميز باسكال عن غيره هو انه ضخم البنية بشكل ملحوظ جدا وطوله 193 سم. وكمان باسكال كان يشتغل في الجيش الامريكي قبل ما يقرر انه يصير بودي جارد، ولما قرر انه يصير بودي جارد كان يفكر بالموضوع على اساس انه بزنس ضخم جدا، واسس شركة اسمها بروتكت سيكيورتي. زبائن هاي الشركة كلهم من المغنيين والممثلين المشاهير اللي بيحتاجوا حماية شخصية، لذلك باسكال كان يشرف شخصيا على تدريب الاشخاص اللي بيجوا بيتوظفوا في شركة بروتكت سيكيورتي لحتى ينقل خبرته اللي تعلمها في الجيش الامريكي للمتدربين، ولحتى يضمن سمعة طيبة له في السوق. مع مرور الوقت ومع شهرة شركته بالفعل قدر باسكال انه يوصل لكيم كارداشيان ويصير حارسها الشخصي. هذا الكلام صار في سنة 2012. خلال فترة شغله مع كيم كارداشيان انشهر بالزيادة بسبب الصور والفيديوهات اللي كان يظهر فيها اثناء دفاعه عن كيم كارداشيان في الحفلات او في المؤتمرات الصحفية. وجوده بالصور والفيديوهات هي ما كان يحتاج تركيز ابدا، كون انه ضخم جدا. اول شيء بتشوفه بالصورة هو باسكال، بتشوفه قبل كيم كارداشيان نفسها. حياته المهنية مع كيم كارداشيان كانت سليمة لحد سنة 2016، ولكن في هذه السنة يبدو انه كان حظه سيء. في شهر اكتوبر من سنة 2016 تتعرض كيم كارداشيان لعملية سطو مسلح في بيتها اللي موجود في باريس. طبعا هذا البيت المفروض يكون باسكال عم يحرسه، ولكن من سوء الحظ باسكال كان رايح يحرس اخت كيم كارداشيان اللي اسمها كورتني في مكان ما خارج المنزل، فالحرامية استغلوا غيابه عن المنزل واقتحموا وسرقوه. سمعته انهارت بعد هاي الحادثة، ولكن بنقدر نشوف انه فعلا هو ما له ذنب. يعني لو كان هو موجود وانسرق البيت بنقول انه اوكي هو ما عرف يحرس بس، ولكن هو ما كان موجود، الوضع غريب شوي. اما بالنسبه لحارس ميسي فاسمه ياسين تشيوكو، ان شاء الله اكون لفظته صح. ياسين اصله تونسي ولكن يحمل الجنسيه الامريكيه. انشهر ياسين بالفتره الاخيره بشكل كبير جدا بسبب فيديوهاته اللي ظهر فيها وهو عم يدافع عن ميسي في كل الاحوال، حتى لما بيكون ميسي في نص الملعب وعم يلعب مباراه، لما اي حدا من الجمهور يحاول يعترض ميسي بتلاقي ياسين راح له مباشره. وكمان جسمه المفتول والمليء بالعضلات ايضا كان محط نظر لبعض الاشخاص، لذلك الاشخاص هدول نفسهم اللي كانوا معجبين بقوة وضخامة ياسين طلعوا عليه اشاعة انه هو كان يشتغل في القوى البحرية الامريكية، وانه كمان خدم مع الجيش الامريكي في العراق وافغانستان. ولكن بحسب كلام المتحدثة باسم البحرية الامريكية شخصيا قالت انه هذا الكلام غير صحيح، واسم ياسين ما هو موجود عندنا في السجلات، لا كعامل في القوى البحرية ولا كمحارب في العراق وافغانستان. يمكن الناس طلعوا عنه هالإشاعة بسبب قوته الجسدية الزايدة، أو لحتى يبرروا إنه ياسين من وين تعلم كل هالحركات والمهارات. أكيد لازم يكون جاي من القوات البحرية الأمريكية. والشخص الأخير اللي راح يكون معنا في هذا الفيديو هو شخص عربي واسمه حسن عبده، الحارس الشخصي لمريم فارس. حسن عبده هو حارس شخصي من مصر، قصته شوي بتشبه قصة باسكال حارس كيم كارداشيان، ولكن الفرق الوحيد إنه حسن عبده أضخم من باسكال بكثير. حسن كان يشتغل في قوات الحرس الجمهوري المصري، ولما طلع من الحرس الجمهوري قرر انه يستغل خبرته ومهارته اللي تعلمها في الحراسة الشخصية وانه يأسس شركة مختصة في هذا المجال. الحمد لله ربنا كرمني، فتحت شركة حراسات. الشغل كان كويس، رجال اعمال، ممثلين، مطربين، يعني عمالقة مصر الحمد لله انا اشتغلت معاهم. وطبعا شركته نجحت وقدر انه يوصل ويصير الحارس الشخصي للمغنية مريم فارس. والصور والفيديوهات اللي كان يظهر فيها حسن عبده كانت تجيب تفاعل مجنون على السوشيال ميديا بسبب الفرق الواضح بين حجم مريم فارس وحجم حسن عبده. بكل الاحوال ما اعتقد انك بحاجة انك تعترض اي شخص من هالاشخاص ولا راح يكون مصيرك سيء جدا. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في حساب هياط للمزيد من الفيديوهات.